أنا عضو عوار من ابن من أبناء برولس، ومسؤول عن النسب البكري في برولس وفي كفر الشيخ. أشرف الحمد لله. فأنا هتكلم على جزئية اللي هو المجلد السابع، شاهد عيان فيه. ما كانش تربطنا أي علاقة بالأستاذ صابر خالص، وفجأة جالي تليفون من سيادته إن عاوز يقابلني. فجالي البيت فقال لي أنا دلوقتي بعمل موسوعة، وبعمل موسوعة عن البكريين. فأنا أعرف كويس إن أنتوا عندكم جلود ومخطوطات. بس عشان الناس تبقى فاهمه، البكريين هم نسبه الى سيدنا ابو بكر الصديق، وبيعتبروا من الاشراف، وفي سجلات وشجر نسب. وكان طبعا انت تعرف نظام العائلات المصريه او القبائل صعب جدا ان نطلع اوراق لاي حد، يعني صعب جدا جدا. فانا التمست في الخير، كذا جلسه قعدت معاه وشفته وقعدت معاه وتعرفت عليه كويس جدا والتمست في الخير. وطبعا جبت اخواته الكبار واولاد عمي الكبار والعيله كلها جت وقعدنا. والراجل كان حريص جدا، الاستاذ صابر حريص جدا ان يشوف المخطوطات ويقراها ويشوف مدى صحتها. وده اللي حاببني فيه واحترمته، لان انا خايف من التزوير، ان في بعض الناس تخش عن البكريين وهم مش بكريين، وكان دقيق في معلوماته. ومفيش واحد اتذكر في المخطوط في المجلد السابع اللي عنده اللي هو البكريين الخاص بالبكريين الا المسجل عندنا في الجرود والمخطوطات. ودي كانت حته محترمه جدا، وخلتني كشخص انا عمل معايا كده او كتب عننا كده بالشكل ده وبالشكل الدقيق ده. دي بتخليني من غير ما اقرا المجلدات الثانيه ان انا اثق فيه ثقه عمياء. فانا ابن البرولس بقول لك يا استاذ صابر انا محترمك جدا، وده شرف عظيم جدا ان اشوف ابن من ابناء البرولس بيتكرم من وزاره الثقافه. فانا بشكر وزاره الثقافه متمثله في شخصي اللي هو صغير بس بعد الفيلسوف الكبير سياده المستشار محمد. فانا بشكرك يا دكتور. كان من الساده الاشراف. الله يكرمك، انا بشكرك يا دكتور.